تعالوا بقى نعمل وصفة البانكيك، حاجة كده فلة. يعني هنعملها بس على شكل دبدوب، وهنعمل كمية كبيرة للمدارس وللحضانة، وهقول لكم على طريقة التخزين بتاعتها. يلا بينا نبدأ، وهتكون طريقة سهلة وبسيطة وبمكونات بسيطة فقط، ويا دوبت بشوية دقيق وشوية مية. زي ما انتم شايفين انا نزلت بكوبايتين من المية، عليهم نص معلقة من البيكنج باودر، وعليهم رشة من الفانيليا، وهنزل عليهم ببيضاية ورشة من الملح، وهنزل عليهم ب4 معالق من السكر، واخر حاجة هنزل بيها هي معلقة من الخل. زي ما انتم شايفين هبتدي ان انا اديها تقليبة كده او تقليبتين، بس هضيع بس لون الصفار كده زي ما انتم شايفين. وهبتدي بقى اجيب كوباية من المية، وهروح نازلة بيها كلها. اللي انا هستعملهم في الوصفة كلها هي كوباية ونص على كوبايتين دقيق، كوباية ونص على كوبايتين دقيق، لحد ما يبقوا معايا بالقوام ده. انا مش عايزاها تقيلة، عشان تقيلة ما بتكونش حلوة خالص، بتكون عجينة. لكن اما بتكون خفيفة كده بتبقى حاجة رقيقة كده، بتبقى جميلة جدا. وهنكون مجهزين معانا المعلقتين دول، الاشكال اللي انتوا شايفينها، واحده كبيره وواحده مقاسها صغننه. لو ما عندكوش ممكن تستعملوا المعالق اللي عندكم عادي. زي ما انتوا شايفين على اي طاسه ما تكونش بتلزق، تيفال وهتحطوها على النار، على نار هاديه. وهتبتدوا ان انتوا هتجيبوا المعلقه الكبيره، هتبتدوا ان انتوا تنزلوا بيها كده زي ما انتوا شايفين انا بعمل اهو، بوريكم قدامكم ومبطئه كل حاجه علشان اوريكم. وهعمل انا ايه، عشان عملتها مره واتنين وتلاته وبعملها كتير قوي، فسريعه فيها جدا. فببتدي ان انا افردهم كلهم واحد زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده بروح عامله لهم القرون بتاعتهم بالشكل اللي انتوا شايفينها دي. بس طالعه حاجه كده لذيذه وجميله جدا جدا. لو عايزه تستعمليها تعمليها للجبن، للجبن او لاي حشو تانية، شيل السكر منها. وعايزه اعرفك ان برضو البيضه دي اختياري، مش اجباري في الوصفه. ممكن تعملي الوصفه كلها من غير ما تحطي البيضه. وزي ما انتم شايفين كده هبتدي ان انا اعمل بقى الكميه بتاعتي كلها. بسم الله ما شاء الله، عملت معايا كميه حلوه قوي، هوريكم في اخر الفيديو. وبصوا بتتشال بكل سهوله. اول ما بتاخد لون هتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا هتعملوا شوية دباديب كده، حاجة كده عظمة. وممكن كمان تعملوا اي شكل انتوا حابينه، او ممكن تسيبوها دايرة زي ما انتوا شايفين كده، او ممكن كمان تعملوا منها ارنوب، تعملوا القرنين بتوعها دول طوال. هتلاقوني عملت لكم واحدة برضو وانا بعمل كده برسم، هتلاقوني رسمت لكم واحدة شكلها برضو تحفة جدا جدا. وشايفين انتوا عاملة ازاي كيوت خالص، والله العظيم حاجة كده جميلة جدا جدا. وبصراحة والله العظيم عجبت اطفالي جدا جدا فوق ما تتخيلوا. فان شاء الله هتعجب اطفالكم برضو، وهتعجبكم انتوا ذات نفسكم. ودي كانت اخر حاجة في الطاسة وشلتها. وزي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، بصوا يعني طرية جدا جدا، وبصوا هشة قوي. وعملت منها كمية بسم الله ما شاء الله، يعني تدبير مفيش من بعد كده. وشايفين انتوا هي متفتحة ازاي، اساسا تعرفوا ان العجينة معاكم ناجحة وطلعت معاكم زي الفل. بسم الله ما شاء الله، عملت اكتر من 30 او 35 قطعة، ده غير اللي اطفالي خدوه. بألف هنا على قلبكم وعلى قلبي اطفالي، واشوفكم في امان الله.